ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، هنعمل ميني حواوشي. هنعمل من خلطة نص كيلو، هيعمل لي معايا 20 رغيف من ميني الحواوشي، وكمان هيفيض معايا لحمة. هنعمل من نص كيلو كيلو من الحواوشي. يلا بينا نسمي بسم الله ونخش على الفيديو ونشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجة عشان نعمل كمية الحواوشي الكتيرة دي، معايا ايه؟ معايا 3 قرون من الفلفل الاخضر عادي، هنزل بيهم في الكبة. معايا كسرتين، ومعايا قرن فلفل حامي، وكمان معايا فصين من الثوم. معايا نص كيلو من البصل، وما تستغربوش لازم الخلطة تبقى كتير كده عشان تدي طعم حلو للحواوشي. تمام. ومعايا نص ربطة بقدونس، دي لازم تحطيها في الحواوشي عشان يديكي طعم. تمام. هنا هحطه في الكبة، وهبتدأ ان انا بكل بساطة افرم بس فرمة مش ناعمة قوي، فرمة خشنة. هسيبه لحد ما يتفرم معايا، وهنشوف بعد كده هنحط ايه تاني. معايا كمان هنا حطيته في الطبق. بص الكمية، ما تستكتروش الكمية وتقولوا طعمه هيبقى او مش هيبقى حلو. جربيها وانت هتعرفي طعمه، هتتأكدي ان هو حلو جدا. معايا عدد 3 طماطمات نزلت بيهم، نص كيلو من اللحمة المفرومة. تعالوا بقى شوفوا وراكم الكمية قد ايه معانا، ما شاء الله. هنزل بالبهارات، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. طبعا البهارات دي بتاعتك، ملح معلقة كبيرة برضك. وهنا كمان نص معلقة من 7 بهارات او بهارات لحمة، او ممكن تجيبي تتبيلة الحواوشي جاهزة من عند السوبر ماركت تحطيها. الاخيرة دي كانت عندي اخر معلقة من تتبيلة الحواوشي، انا حطيتها، انا بستخدمها في حاجات كتير. تمام. وهنا حطيت معلقة من السمنة، وابتدأ ان انا اقلب. لو انت ما عندكيش التتبيله دي، استكفي انك انت تحطي 7 بهارات او بهارات لحمه، نص معلقه مليانه. ابتدأت اقلب كده 10 دقايق لحد ما اللحمه اختلطت بكل الخضار اللي عندي ده. تمام اهي ما شاء الله. تعال بقى نديها كمان طعم الفحم. انا هستخدم اللي موجود في البيت. انا معايا قشره بصل، حطيتها كده في نص الطبق، ولعت فحمايه، ونزلت عليها بنقطة من السمنة وغطيتها، وسبتها لحد ما خلصت التدخينة بتاعتها. ادتني طعم الفحم كأنك جايباها من عند الراجل بتاع الكفتة. هنا بعد ما خلصت التدخينة بتاعتها اديت لها تقليبة، بس ما شاء الله حلوة جدا. تعالى نتكلم في العيش بتاعنا. معايا العيش الميني ده، انا جايباه بصراحة من الفرن عندي بيعمله. لو مش عندك استخدمي اللي في السوبر ماركت، لو مش عندك استخدمي عيش عادي، مفيش اي مشكلة. هنا ابتدأت ان انا افتحه كده، وهبتدأ ان انا احشي. بصراحة الولاد عجبوه جدا، واحنا كمان بصراحة ككبار عجبنا الموضوع، وما شاء الله بيشبع وحلو جدا. حطيت معلقة كده كبيرة من اللحمة، وابتدأت ان انا اضغط بايدي كده، وافرد بالايه، مش لازم بالمعلقة، انت تحطي كده وافردي بايدك هيتفرد معاكي على طول، بطريقة سهلة جدا وما خدش مني وقت. عمل معايا 20 رغيف، وفاض معايا كمان ان انا اعمل بتاع 10 رغيفة كمان. يعني بالنص كيلو لحمة دولت هيعملوا لك 30 رغيف من المني. تمام اهو. عملت بقى الكمية كلها بنفس الكلام ده، بطريقة سهلة جدا وما خدش معايا اي وقت. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها، تعالوا بقى اوريكم اللي فاض معايا اهو. ما شاء الله انا لفيته في كيس وحطيته في الفريزر. تعالي بقى معايا جريل سخن على النار، صينية اشتغلي مفيش اي مشكلة. نزلت بمسحة سمنة على الجريل بتاعي، وابتدأت ان انا ارص العيش بتاعي. تمام لحد ما ياخد معايا لون. الجريل بتاعي سخن جدا، والنار متوسطة، ما تعليش النار. تمام، علشان يستوي معاكي وما يتحرقش منك العيش. هنا بعد ما حطيت العيش بتاعي، هحط الناحية التانية كمان. هبتدأ ان انا ادهن دهن سمنة كده على الوش الناحية التانية، عشان لما اقلبه كمان يتحمر معايا من الناحية التانية. بص بقى لونه حلو جدا. زي ما قلتلك الكيل بتاعك سخن، النار متوسطة، تسيبيه يستوي معاكي على كل ناحية بتاع 10 دقايق كده اهو. قلبته بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه، اللون الحلو ده. وابتدأت ان انا اضغط عليه كده اشوفه استوى ولا لأ. وابتدأت ان انا تاني ادهن من حواليه كده ومن عليه كمان سمنة، عشان يبقى لونه دهبي، ويبقى طعمه كمان، طعم السمنة بيدي طعم فظيع بصراحة للعيش، كان جميل جدا. هنا
ابتدأ ان هو يستوي معايا خلاص، اتحمر معايا من ناحيتين واللحمة استوت. ابتدأت ان انا اشيله، وطبعا اللي حسيت ان هو لسه متحمرش معايا سبته ورجعت كملت بقية الكمية. تمام اهو. وابتدأت ان انا ادهن سمنة، وتعالى بقى نشوف. اول ما طلع قدمته على طبق كده كل بقدونس، وعملت طحينة، وكمان ممكن تحمري جنبيه بطاطس، بتنجان، بابا غنوج، اللي انت عايزاه. هنا بقية الكمية بتاعة الحواوشي انا شلته في الفريزر. وتعالوا كمان نفتح واحد كده ونشوفه من جوه. تعالوا نقطعه اهو. قطعته بالشكل ده طري وجميل جدا. لو عايزاه كريسبي مش اول ما يطلع تغطيه بفوطه تسيبيه، هينشف معاكي وهيبقى طعمه حلو جدا. بص بقى الطعم فظيع. ان شاء الله وصفتي النهارده تعجبك. يا ريت لو عجبتك ما تنسيش في اللايك. شكرا لمتابعتك. اشوفك فيديو جديد. سلام عليكم.